السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور
ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال.
السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور
ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال.
السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور
ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال.
السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور
ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. وأول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وأدعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. وأول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. وأول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وأدعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. وأول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. وأول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وأدعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. وأول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للآخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. وأول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وأدعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. وأول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال.
السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور
ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال.
السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور
ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال.
السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي، ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات. والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن، بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور. الخمور
ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال. السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي واحبابي في الله، يا رب تكونوا بخير. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. واول الدول العربية اللي هي في الافتتاح تشغل قرآن وادعية مترجمة بكل اللغات، ودي حاجة تشرف المسلمين. واول الممنوعات في قطر وهي الخمور ممنوعة تماما في المونديال، عكس المرات اللي فاتت كانت الخمور متاحة بس هم منعوها المرة دي. ودي حاجة كويسة وتشرف المسلمين كلهم وتشرف العرب، لأن الأدعية دينية ومترجمة بكل اللغات، والقرآن في الافتتاح كان فيه قرآن. بالتوفيق لدولة قطر وبالتوفيق للمنتخب القطري في المونديال.